كيفكم؟ شو حسك انه ما بدك تصوري معي بس هيك يعني جايه غصبا عنك عم تصوري اوريدي اشتقت صراحه لنصور مع بعض. كيفكم؟ ان شاء الله تكون بالخير. واليوم معي شيماء اللي صار لها اشهر لا مهم يعني كم شهر يعني مع بعض. مهم اليوم نحكي انا وياكم وشيماء. صراحة أمل قالت لي إنه شيماء وصلوني عدة تعليقات يس وبدي جاوب عليهم، بدي إياكي تكوني معي بالفيديو. I was like okay let's go. فيس هالشي اللي حنسويه اليوم. إذا ما انتم مشتركين اشتركوا وحطوا لايك، وحابلش بالتعليق حأقرأ لكم التعليق. هلا هو هذا الفيديو مش قراءة تعليقات سلبية أو شيء، بس في شغلة هي بدها توضحها خصوصا عن اليوتيوب وعن التعليقات اللي عم تجي آخر شيء. صح. امل وليتي كتجيني ما كتخدميش في اليوتيوب، ما عطيش اهميه ولا المحتوى ديالك ممل، يعني فيديوهات ديالك راه ديال تيك توك ولا ستوري انستغرام ماشي يوتيوب انت عزيزه عليه وكتعجبني شحال هذه. ولكن مؤخرا ما كنشوف حتى مجهود على الفيديوهات، بغينا نشوف كتخدمي على هذا المحتوى، كديري فيديوهات طوال مثلا فلوج خدمي عليه مزيان وديري فيه 30 دقيقه ولا يوم في مدرستي وريني 30 دقيقه. انا بعمري مزيان حياتي ما عملت فيديو 30 دقيقه باليوتيوب. وشنو كديري يعني في الفيديوهات يبانوا طوال وفيهم خدمه. يعني اصلا يعني الفيديوهات اذا كانوا طوال مش بالضروره انه يكون اشتغلت عليهم. اذا طويل ممكن صح. فيديو فيه 4 دقائق ويكون فيديو واو اشتغلت عليه وهيك، يعني مش ضروره الدقائق هم اللي بيبينوا هذا الجوده تبع الفيديو. فيني هلا انا احكي شوي وبعدين انت تحكي شوي ونحن هيك نحكي شوي لحتى احكي لكم بيسكلي ليش انا حاحكي يا جماعه، رغم انه هي قناه امل طبعا وهي اللي مسؤوله عليها، بس انا الاخت الكبيره. اليوتيوب انا لما فتحت قناه على اليوتيوب انا اللي كنت بحب اليوتيوب وانا اللي فتحت قناه على اليوتيوب. بقى امل اخذت الانسبريشن مني، صح، شافتني عن هيدا الشيء بحبه انا وشافتني كانت صغيره وكذا فتحت قناه. بس في فرق بيني وبينها اللي هلا حنوضح لهم اياه. انا اتخذت اليوتيوب كمهنه. انا في فتره من الزمن لما خلصت الجامعه كان فيني اكمل وكان فيني انا ما بدي وظيفه، ودائما بحكي لكم اياها هذا الشيء، بدي اليوتيوب. بقى اخترت اليوتيوب كمهنه وعطيت كل وقتي لليوتيوب والله. بس انا يا جماعه امل مختلفه عني. هلا انا عم ادرس الاسبوع كلياته بيكون عندي 3 ايام بروح للتدريب او الشغل، يعني من الصبح للمساء. بجي انا ما عم شوفها الله وكيلكم. والله عن جد يعني عم شوف شيماء مره واحده في الاسبوع او صح. في اسبوع ابدا ما بشوفها يعني بسبب فبروح للشغل 3 ايام. بجي ساعه كثير متاخره لانه بعيد، بجي باكل وكذا وبنام وبدرس كمان شوي لانه هالسنه عندي الباكالوريا فلازمني ادرس كل يوم، وكمان مدرسه عندي يومين مدرسه، وفي اخر الاسبوع مرات بطلع مرات ما بطلع، مرات هيك بكون كتير تعبانه وبيكون عندي كمان دراسه فلازمني اقعد في البيت ادرس وارتاح شوي، يعني ما بيكون حتى عندي وقت لاطلع واصور لكم فيديو مع شيماء او اصور لحالي وهيك صح. يعني انا يعني شوفوا قلت لكم انا متخذاها كشغل، امل متخذه اليوتيوب كهوايه هوبي. يعني بتعملوا باوقات الفراغ. لا احكي لكم انا اليوتيوب ليش متخذاه كشغل، لانه انا من وانا صغيره هذا حلمي تمام، وحابه انه اشتغل في هذا الميدان وحبيته. والوقت اللي انا بلشت فيه اليوتيوب كنت مخلصه بكالوريا وفايته على الجامعه، يعني مش مثل امل بلشت اليوتيوب وهي كانت لساتها بالاعدادي. فانا كنت مخلصه بكالوريا وفايته على الجامعه، وبعد بس بعد ما خلصت الجامعه خلص يعني ما عاد بدي اتوظف، ما عاد كذا، خلص كل وقتي اعطيته لليوتيوب، يعني ما عندي شيء في حياتي من غير اليوتيوب. هلا مثلا هاي السنه اختلف شوي لانه تزوجت صارت عندي مسؤوليه وكذا وهيك، بس حرفيا لما كنت في بيت اهلي ما بعمل شيء غير اليوتيوب صح. وكمان شغله انا لما كنت مبلشه اليوتيوب كنت عامله بروجرام ويوم في الاسبوع ضروري اصور، وكانت شيماء كمان معي، فكانت هي بتعمل الكاميرا وتعمل مونتاج وتعطيني هيك وهيك وهيك. لما رحت هلا انا لحالي صح شفتوا الفرق يعني لحالي صح. كل شيء لازم اسويه لحالي بيكون شوي صعب. بدي احكي لكم شغله يا جماعه، هي قلت لكم عامله كهوايه عندها دراسه. هلا زي ما حكيت لكم هي عندها البكالوريا هالسنه، والبكالوريا شيء كثير 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 مهم، والحمد لله باي ذا واي امل لازم نبارك لها. امل حصلت على معدل 90%. لاحظتوا كمان انه ما ضليت عم شارك معكم نتائج وهالشغلات، ما بعرف غيرت شوي. بس انا هيك قلت لكم شاركها في الانستغرام. كثير فخوره فيها، طلعت هي الاولى بالمدرسه واخذت 90%. هلا بيطلعوا لي ناس لانه بالتعليقات بالانستغرام قالوا لي انا جبت 96، انا جبت 95%،
وما طلعت انا الاولى بالمدرسه، معناتها المدرسه المستوى تبعها كثير ضعيف. لا حبيبتي، المستوى تبعها مش كثير ضعيف. الشيء اللي عم تدرس امل مش شيء عادي، مش عربي وانجليزي واجتماعيات وتاريخ، لا، امل عم تدرس مونتاج، كيفيه التصوير، تقنيات التصوير، كيف التعامل مع الكاميرا. هذا الشيء اللي هو تطبيقي ما فيك تجيبي 100% 99 98%. يعني عنده معدل 90% ما دام انه هي واو. يعني حتى الاسد قالوا له واو انه جاب 90%، لانه هي ما عم تدرس تاريخ وجغرافيا، عم تدرس اعلام. انا كمان اجنبيه، يعني صار لي سنتين بس وانا عم ادرس هون. الحمد لله انه طلعت الاولى وجابت 90%. صح. فخر. انا كثير مبسوطه فيها. انا ما بحب احكي هالشغلات وهيك، يعني ما بعرف. لا بس انا مبسوطه فيها. يعني شوفوا، بالعكس انا بحب انك تحكي هاي الشغلات، لحتى في ناس عم تتابعك بتاخذك انسبيريشن. ممكن انه الناس تتشجع لما تشوفك هيك، يعني تعطي هيك. انا احيانا بتابع يوتيوبرز او انفلونسرز وكذا، بتشجع انه هم نجحوا وكذا. ليش لحتى نحسد العالم ونغير منهم؟ لا بالعكس، هو بيعطيني الهام لحتى انا كمان اشتغل على حياتي. بقى نرجع للموضوع، بكالوريا وشغل. اللي ما بيعرفوا بتلاحظوا في الفيديوهات تبعي مش عم بعمل مونتاج زي قبل. ما انا هلا جاياتهم دور بدكه جاياتهم. بقى يا جماعه هم هي عندها شغل من الساعه 9 للساعه 5 بالمساء. يعني تصوروا الساعه 9 ل 5، يعني كمان كثير مسافه، يعني وقت كثير طويل. بتيجي على البيت يعني ما بتوصل هي الساعة 5، هي الساعة 5 يا دوب بتطلع من الشغل. بطلع باكل، بدها ساعة لتوصل على البيت لأنه المسافة كتير بعيدة. بعدين بتيجي بتاكل، يا دوب ترتاح، بدها تدرس، بدها تنام. عم تنام الساعة 9. والله أحيانا ببعث لها الساعة 9:30 10، ببعث لها أمل هيك، بكون بدي أحكي معاها، ما بلاقي حدا. بدي لماما بتقول لي أمل نامت الساعة 9 تكون نامت، لأنه بتكون تعبانة الله يعينها. بقى هي هالسنة أنا صراحة حتى مأيداها بهاي الشغله، قلت لها هاي السنه انت، هي بتحب اليوتيوب وبتحبكم كثير وبدها ترجع تنزل لكم كثير حتى بالانستغرام والتيك توك. بس هالسنه كثير مهمه، لانه هالسنه حتحدد الجامعه اللي هي حتختارها، الشيء اللي حتعيش بحياتها، لانه هي بدها تمتهن مهنه ثانيه، ما بدها تمتهن اليوتيوب. فلهيك وقتها كله حيروح للدراسه مش لصناعه المحتوى. هي يا جماعه هي ما عم تغيب عليكم، ما عم تغيب عليكم، بس ما في تنزل. وكمان شوفوا الفرق لما كنا اتمنى تتفهموا في هذا في الحجر. شوفوا الفيديوهات اللي كنا عم ننزل واللي كنت عم نزل انا شخصيا والافكار وكذا، يعني في فرق بتلاحظوا. يعني لانه هذيك الوقت ما كان عندي ولا شيء، كنت بس قاعده في البيت. صح. كمان في شغله، البنت قالت 30 دقيقه. انا ضد الفيديوهات اللي بتكون 30 دقيقه في اليوتيوب. انا مسلسل بنتفليكس فيه 40 دقيقه بروح والله انا يعني بختنق لحد بدي انزل فيديوهات 5 دقائق بس. انا بنزل 8 دقائق وبتقولوا لي شو هاد، بدنا 10 دقائق، بدنا 15 يا جماعه. نحن بعصر السرعه، عصر التيك توك، عصر 15 ثانيه 30 ثانيه، يعني تغير الوقت. بالعكس انا عم شوف فيديو فيه 30 دقيقه باليوتيوب ملل، خصوصا اذا ما كان فيه شيء. مثلا 15 دقيقه بشوفها ماكسيموم حلوه اذا كان الفيديو مخدوم، يعني فيه شيء ينشاف، فيه طلعه، فيه سفريه، فيه شوي. اذا فيه شيء ينشاف 15 دقيقه مناسبه. وكمان فيديو بسيط 8 دقائق 10 دقائق. وكمان انا ما بحب انه احكي كثير في الفيديوهات، بس انتم بتحبوني انه احكي، بس انا ما بحب. فلهيك كمان بحاول اغير من حالي واحاول ارجع احكي كثير في الفيديوهات، لانه انتم بتحبوا هالشغله. بس انا شخصيا ما بحب يعني احكي كثير. فيديوهات اللي هيك استيتيك، يعني بس ما فيهم ابدا حكي، ما فيهم حكي. بس يعني بحاول انه اغير شوي. هلا بتوعدينا انه حترجعي تنزلي فيديوهات كثيره ولا للعطله؟ ان شاء الله نقول ان شاء الله، وحنشوف يعني مع الوقت. وبس يا جماعه، شكرا كثير لكم. اول شيء لانكم تنصحونا ولانكم تحطوا تعليقات مثل هيك. نحن كثير يعني اللي حاطط تعليق مثل هيك معناته انه هو بيحب يشوفك. صح، نحن كثير بنحبكم ونقدر هذا الشيء. حننزل فيديوهات، سواء انا سواء امل. انا عم نزل اكثر من امل لانه هو شغلي بالاخير، وبحب اليوتيوب كثير وكذا وهيك. امل بتحب كمان بس عندها شيء بيلهيها. بس هالفتره حتحاول تنزل لكم اكثر، وان شاء الله ما باقي شيء، شهر 6 ان شاء الله بتتخرجي خلص. يعني بالصيف شهر 8 شهر 7 حتنزل لكم لحد من الوقت. يعني هذيك الوقت حيكون تغيرات اكثر، حشارك معكم شغلات كثير، حتملوا ان شاء الله في فيديوهات. يعني هذا كل شيء، يعني حبيت انه اوضح هالشغله. وشكرا على التعليق تبعكم، تعليق تبعكم، تعليقات يس. وبحبكم دعمونا لانه كثير بنحتاج لدعمكم، لانه انتم مهمين كثير. وانا عن جد يعني تعليقاتكم وكلامكم كله بيحفزني. صح. ويس يعني حبيت اوضح الشغله لانه في بعض الناس هيك تتساءل. ويس بس هذا كل شيء، ما حبيت احكي كثير، بتعرفون يعني مهم. بشوفكم ان شاء الله في نكست فيديو. هذيك مش ميكي زري. باي باي.
خلاص